وكانت اللي حدث انه مدام لميس كانت حدث مهم للعالم العربي اللي يكشف خبايا مفكرين وكتاب واعلاميين الاخوان المسلمين. تعرفي انه في مسيره الاخوان المسلمين كانوا يتكون على اعلام وصناعه اسماء اعلاميه ووضعهم في هاله تحت هاله ضوء شديده وكانهم رموز مقدسه لا تمس. ونحن نرى عندما وصل الاخوان الى حكم مصر في 2012 كيف بعض الاسماء مجدت في الاعلام وذكروا انهم اسماء معينه يعملون في ناسا وانهم لعبوا ادوار مهمه في مستوى العلوم، واتضح انه غير صحيح. هذه الاصوات الاخوانيه عندما انكشف كل شيء امام الراي العام. طيب الامر الثاني مدام لميس، الرباعيه العربيه، تحالف الرباعيه العربيه، التحالف السعودي المصري الاماراتي البحريني، اصابهم بالذعر واصابهم بالصدمه. هذه الاصوات لا تستطيع الحديث عن مشروع طهران ومشروع الدوحه وعن انقره. لماذا هذا الهجوم الدائم على مصر وعلى السعوديه؟ لانه منذ حقبه الاستقلال السعوديه ومصر هما ركيزتان الامن والاستقرار في العالم العربي. لكن كان في نقطه التحول، يعني هو طول عمره بيهاجم مصر لانه طبعا ينتمي لنظام الاخوان، وبالتالي عندما خرج الاخوان من مصر او خرج نظام الاخوان الحاكم من مصر برغبه الشعب، وهو طول عمره بيهاجم مصر. يعني دي حاجه مش جديده، التويته دي متوقعه، لكن فكره انقلابه على المملكه ايضا، وده شيء غير معتاد من كاتب سعودي كان كاتب مهم في جريدة الحياة، كان كاتب مهم في أو يعني كان مدير قناة العرب، كان رئيس تحرير لصحف السعودية. إزاي هذا الانقلاب، يعني هذا الانقلاب على المملكة، وانه يخرج يكتب مقال في الواشنطن بوست؟ يعني ده اللي بالنسبة لنا علامة استفهام كبيرة. مدام لميس، هناك عقدة في الأوساط الثقافية العربية، هي عقدة محمد حسن الهيكل. الكل يريد أن يكون محمد حسن الهيكل، يريد أما أن يكون صوت السلطة أو المعارضة. اللي حدث مع الكثير من الإعلاميين سواء الخليجيين أو العرب، عندما ينحسر الضوء عنهم وعندما يتضح إمكانياتهم وقدراتهم، هم يذهبون إلى الصف الآخر. وأعتقد حقبة الستينات والسبعينات شهدت مثل ما حدث من قبل جمال خاشقجي. هناك أصوات في الخليج اتجهت المعارضة عندما انحسر عنها الضوء وعندما لم تستطيع أن تصل إلى مكانة محمد حسين الهيكل. فعقدة محمد حسين الهيكل هي أصابت الإخوان، أصابت السوريين، أصابت بعض اليسار العربي. فهم النهج حقهم أما أن يكون صوت السلطة أو المعارضة. فهذا الانقلاب حتى ما كتبوا في الواشنطن بوست، ومدام لميس تعرف أن الواشنطن بوست لم تعد الواشنطن بوست 1972 في موضوع ووترغيت. نعم. أصبح المال السياسي، يجب أن ننتبه، الرباعية العربية يجب أن تنتبه أن المال السياسي القادم من الدوحة وطهران أصبح متنفذ في العديد من وسائل الإعلام الغربية، وأصبحت تكيل التهم جزافا تجاه المملكة وتجاه مصر وتجاه الإمارات والبحرين. بشكرك من الرياض السيد منيف الحربي الكاتب السعودي، وأيضا معي الكاتب والمحلل السعودي خالد المجريشي. سيد خالد، يعني تعليقك على ما يقوله جمال خاشقجي عن مصر وما قاله سابقا عن المملكة. طبعا أشكرك أستاذة لميس على الاستضافة.